ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضنا سندوتش البيج ماك، وكمان هوريكم تعملوا الصوص بتاعه ازاي. طريقه سهله جدا ومش تاخد معاكي وقت، وهيطلع كمان طعمه جميل زي بتاع بره بالظبط. انا جبت خيار اهوت ومسكته قطعته قطع صغيره زي ما انتم شايفينه كده، وهنبدا مع بعضنا نعمل الصوص مع بعض ونشوفه. طبعا عندنا هنا المايونيز، جبت منه 4 معالق كبار، وهنا كاتشب حوالي 7 معالق كبار برضو. وهنبدأ نعمل الصوص مع بعض. وهبدأ أضيف الكاتشب للمايونيز. أنا كده ضفت الكاتشب على المايونيز، وهبدأ أحط بقى معلقة مستردة. هضيف كده معلقة مستردة زي ما انتم شايفينها كده. هبدأ أقلب المكونات مع بعضيها. أنا كده قلبتهم مع بعض، وهبدأ أضيف لهم بقى التوابل. هحط ربع معلقة بابريكا، وبعد كده ربع معلقة توم باودر، وبعد كده ربع معلقة بصل باودر، وهنحط ربع معلقة خل، وأقلبهم مع بعض كويس. وهنحط ذرة ملح عشان طبعا الخيار حادق، فمش هحط ملح كتير عشان خاطر ما يبقاش الصوص حادق. وهنحط ربع معلقة عسل نحل. لو مش متوفر عندك العسل النحل ممكن تحطي ربع معلقة سكر. هنقلب بقى ربع معلقة العسل اللي احنا حطيناه مع بقية الصوص. وبعد كده هضيف الخيار اللي انا قطعته قطع صغيرة خالص زي ما انتم شايفينه كده، وهبدأ اقلب فيه. الخيار هنا زي ما انت عايزة تزودي فيه براحتك، على حسب ما انت بتحبيه. هحط بقية الخيار اللي عندي. هبدأ بقى اقلب الخيار مع الصوص اللي انا عملته. هتلاقي نفسك عملت صوص البيج ماك سهل جدا، وطعمه كمان زي بره بالظبط. انا هدوقه معاكم دلوقتي وهقول لكم عامل ازاي. طعمه تحفه بجد، اكنك جايباه من بيج ماك بجد. يعني طعمه تحفه تحفه تحفه. هتوفر معاكي هيوفر معاكي جامد، بما ان السندوتشات بقت غاليه وكده. انت هتعملي حاجتك في البيت ومش هياخد معاكي وقت خالص. انا كده خلصته بقى، احطه في التلاجة مثلا ساعه ولا حاجه لحد ما اعمل معاكم السندوتش، وبعد كده هجيبه لكم. وده الصوص بعد ما حطيته في التلاجة، حطيته ساعة، ودلوقتي طلعته من التلاجة بقى، وانا هبدأ اجهز السندوتش بتاعي معاكم. صوص بيج ماك اكنك جايباه بالظبط من ماك بالظبط، وطعمه تحفة جدا. هيعجبك، جربيه وهيعجبك ان شاء الله. وهنبدأ مع بعض نعمل السندوتش ببيج ماك. انا جايبة هنا الكايزر بتاعي زي ما انتم شايفينه كده، وجايبة نص كيلو لحمة، وجايبه كابوتشا مقطعه قطع صغيره، والصوص بتاعي اللي انا عملته معاكم. هبدا افتح اللحمه. انا جايباها فريش من عند الجزار. زي ما انتم شايفينها كده. وابدا اقطعها بقى، وابدا اعملها على شكل برجر. انا بعملها كبيره شويه عشان خاطر اللحمه ما احطها تكش شويه. انا بحطلهاش اي اضافات غير بس بعد ما بحطها بقوم جايه رشلها رشه ملح ورشه فلفل اسود. زي ما انتم شايفين فلفل بس وملح. هبدأ بقى اجيب طاسة حاطة فيها معلقة زبدة، وهبدأ احمر الكايزر بتاعي. بديله تحميصة خفيفة كده عشان يدي طعم جميل في الساندوتش.
هحمص الكمية كلها بتاعة الكايزر. انت مش بتحمريه قوي، بس هو يا دوبك بس بياخد بس ايه، لون كده. انا عملت الكمية بتاعة الكايزر اللي انا جايباه، وهبدأ بقى اعمل السندوتش معاكم. طبعا ده بحط الصوص اللي انا عاملاه، بعد كده بحط الكابوتشا اللي انا مقطعاه قطع صغيره، وبعد كده بحط البرجر، وبعد كده هضيف ليه صوص تاني، واحط برضو رق الكابوتشا. وعملنا مع بعضينا احلى سندوتش بيج ماك. سهل جدا، وكمان هيوفر معاكي كتير قوي، وعيالك هيحبوه زي ما انتوا شايفينه كده، وبألف هنا. منسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكومنت جميل زيكم كده.